عرف الصالون الوطني للفواكه الموجهة للتصدير بقاعة متعددة الرياضات عدا بوجلال بولاية سيدي بالعباس صباح اليوم مشاركة واسعة لممثلي القطاع الفلاحي من مختلف شعب الإنتاج. اليوم كان معرض للمنتوجات الفلاحيه ذات البعد الواسع او الاستراتيجيه، ومنها الفواكه وخاصه الاشجار المثمره، فواكه الاشجار المثمره والعنب الطاويل، وهذه تدخل في استراتيجيه الدوله في اطار تصدير هذه المنتوجات نحو الخارج، وهي منتجات محليه، وخاصه الموجوده على مستوى دائره تميره وتلا ودائره سيدي علي بنيوب ودائره مريسيسن. وهذه الدوائر توجد بها هذه المنتوجات الفلاحيه، وخاصه الاشجار المثمره، اين نجد مساحات كبيره من غرس هذه الاشجار المثمره والكروم. كاع لي برودوي هذا اللي كتشوفوا فيه تاع كله منتوج هنا بالعباس. هذا شرف كبير لينا، نتمنوا لهاد لي برودكتور تاعنا باش ان شاء الله يكونوا في المستوى، يكونوا ان شاء الله غادي في لا بروميير لين في ليكسبورتاسيون. الشيء اللي يتمناه السيد رئيس الجمهوريه باش البرودوي تاعنا يصرا اكسبورتي على ليترونجي. الاختصاص تاع الاستثمار في الاشجار المثمره، تقدر المساحه الاجماليه ب 1500 هكتار بمختلف انواع الفواكه، تفاح، انجاص، عنب، خوخ بانواعه، مشماش، لوز. الفكره جات في سنه 2001، بدايه المشروع سنه 2001، وكل سنه نطوروا في المشروع. فيها تعب، فيها مشقه، ولكن كاينه المساعده من طرف الدوله، من طرف المسؤولين الكبار، فيها مساعده. المنتوج المحلي راه يضاهي احسن منتوجات العالم، من احسن المنتوجات العالميه، لا من ناحيه الجوده ولا من ناحيه الادويه الكيميائيه. بالنسبه لنا نعتبروه طبيعي 100% بالنسبه للمنتوجات الاخرى. انا ننصح بالمستثمرين او التجار المبتدئين ما تفشلوش، النظره دائما للمستقبل، والمستقبل امامنا ظاهر. وخلال تغطيتنا لفعاليات الصالون التقت عدستنا بممثلي القطاع الفلاحي الحاضرين، وتناولت اللقاءات الحديث عن واقع الإنتاج الفلاحي بالولاية والإمكانيات المتاحة لترقية المنتوج المحلي وولوج الأسواق الخارجية، كما تطرقت إلى سبل مرافقة المصدرين من الجانب الإداري والتقني والعمل على ربطهم بالهيئات المعنية بالتصدير بهدف رفع حصة المنتوج الوطني في الأسواق الدولية. المنتوجات اللي متواجدة على مستوى هذه المستثمرة مختلفة من جميع الأنواع، فيها العنب، فيها الخوخ، المشمش، التفاح، الحب الملوك، كاين مختلف الأنواع. المنتوج إلى حد الساعة الحمد لله متوفر ما شاء الله، سواء من ناحية اكتفاء على مستوى الولاية أو حتى خارج الولاية. نوعية المنتوج كما راكم تشوفوا ثاني ما شاء الله، النوعية جد جيدة ومنافسة، نقدروا حتى نقولوا أنها تكون منافسة للأسواق الخارجية. كذلك فيما يخص ولاية سيدي بالعباس بصفة خاصة، راهي في تطور ملحوظ في إنتاج الفواكه. المساحة راهي في توسع مستمر، والحمد لله راه كاين تحسن كبير 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 في إنتاج الفواكه على مستوى ولاية سيدي بالعباس. فيما يخص إنتاج الفواكه بصفة خاصة، كاين ارتفاع في نسبة في المنتوج، كاين ارتفاع في نسبة المنتوج وتحسن في نوعية المنتوج. المنتوجات تاعنا عندنا منتوجات متنوعه كما راهي في الصوره، عندنا الايجاص بانواعه، عندنا التفاح بانواعه، وعندنا النكتارين بانواعه. نشكر السيد رئيس الجمهوريه على الدعم الكامل اللي مدوا للفلاح من اجل النهضه الفلاحيه الكبيره هذه اللي راهي مقبله، اللي راهي داخله فيها الجزائر وتكون للافضل ان شاء الله باذن الله. حاليا بفضل هذا الدعم رانا وصلنا باش نقدموا هذا المنتوج اللي راه قدامكم، وجاي الافضل باذن الله. تسعى مثل هذه التظاهرات إلى دعم القطاع الفلاحي وتكوين المستمر للفلاح، بما يساهم في رفع تنافسية المنتوج الجزائري وتجسيد رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني.